النهاردة هنعمل مع بعض ألذ وأسهل كيكة برتقال ممكن تجربوها. عارفين كده كيكة الأمهات بتاعت زمان اللي كنا بناكلها مع الشاي؟ هي دي. وهنعمل كمان كده صوص للتزيين يخليها شكلها وطعمها حلو بمكونات بسيطة وطريقة سهلة خالص مش معقدة، مفيهاش أي حاجة غريبة ولا حاجة من بره البيت. ممكن نعملها في المضرب، ممكن نعملها بإيدينا، ممكن نعملها في العجان الكهرباء زي ما تحبوا. فعلا تستحق التجربة. أول حاجة أنا معايا 3 كوبايات من الدقيق نخلاهم كويس، ومعايا كمان 1.5 كوباية من السكر العادي أو السكر البودرة، ومعايا كمان 1 كوباية من عصير البرتقال، يعني عصرت حوالي برتقانتين، ومعايا كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا 1.25 كوباية زيت على زبدة. اللي حابب يستخدم زيت بس ينفع، واللي حابب يستخدم زبدة بس ينفع، زي ما تحبوا. معايا كمان رشة من الفانيليا، ومعايا رشة من الملح، ومعايا كمان 3 برتقانات هوريكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. طيب أول حاجة أنا هاخد البشر بتاع البرتقال، ده مهم جدا عشان نعمل بيه لون حلو وريحة وطعم. بصوا هو ده الأساس النهاردة في وصفة الكيكة بتاعتنا. زي ما انا بوريكم كده، انا باخد السطح اللي لونه اورنج بس من البرتقاله، بحاول ان انا ابعد عن اللون الابيض، لان طبعا ده لو خدناه بيعمل مراره كده شويه. فاحنا بنجيب المبشره على السن الناعم، وبناخد البشر بتاع البرتقال بالراحه خالص، بنفضل نلف كده في البرتقاله لغايه ما ناخد كل البشر بتاع البرتقاله. يعني انا بشرت حوالي برتقانتين عشان تعملي 2 معلقة كبار من بشر البرتقال. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كده، عملت لي 2 معلقة كبار من بشر البرتقال كلها لونها اورنج. نخلي بالنا كويس قوي من التفاصيل دي، عشان زي ما قلت لكم اللون الابيض مش عايزينه. وطبعا ده ريحة البرتقال اللي هي بتكون موجودة عند مستلزمات الحلواني لو احنا مش في فصل الشتاء. طيب اول حاجه في المضرب بتاعي كده انا هحط البيض. طبعا البيض زي ما قلت لكم مهم قوي ان هو يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما نطلعهوش من التلاجة نستخدمه على طول، لا نحاول ان احنا نطلعه بدري شويه. وبعد كده هضربه كويس قوي في المضرب بتاعي لغايه ما يعمل فوليوم كده وحجمه يتضاعف. ودي نقطة مهمة قوي عشان طبعا الكيكة تكون هشة وعالية كده معايا. بدخله هوا هيعجبكم جدا. وضفت طبعا رشة الفانيليا. طبعا النهارده الفانيليا يعني اللي ما عندوش مش مهم، لان احنا طبعا هنضيف البرتقال، وطبعا بشر البرتقال ده ريحته هتغطي على كل حاجة بجد. طيب انا نقلت البيض بتاعي في طبق تاني، وفي الحلة بتاعة العجان ضفت 1.5 كوباية من السكر البودرة، وزي ما قلت لكم 1.25 كوباية من زيت على زبدة، وهضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما يمتزجوا كده والسكر يدوب. عايزه اقول لكم برضو خطوه مهمه قوي، ان السكر في الشتاء يعني ما بيدوبش بسهوله، فنخلي بالنا قوي لغايه مع حبيبات السكر تدوب كويس قوي. عشان كده انا استخدمت سكر بودره، يعني انا تفاديت الموضوع ده بان انا يعني استخدم سكر البودره. لكن اللي ما عندوش طبعا السكر العادي ينفع، مفيش مشكله. بصوا القوام بقى عامل ازاي، بقى كريمي كده وناعم، بقى عامل زي الكريم شانتيه شويه. طيب هنرجع بقى ندي لفة بسيطة كده. أنا لميت كل الحروف بتاعة الحلة، وبعد كده هندي ضربة بسيطة، وبعد كده هنضيف البيض اللي أنا ركنته على جنب. هضيفه بالراحة خالص عشان مخرجش الهواء اللي أنا دخلته. بصوا هو عامل رغاوي كده وفوليوم كبير. أنا مش عايزة أضيع ده خالص. الموضوع سهل وبسيط، احنا مش هنفصل لا صفار عن بياض ولا كل الخطوات الطويلة دي، لا احنا بنحط كله على بعضه. بس عوامل نجاح الكيك لازم نديها حقها. زي ما قلت لكم، اول حاجة ضرب البيض كويس، وبعد كده نعم الزبدة مع السكر البودرة، وبعد كده برجع البيض تاني. طيب دلوقتي انا ضفت كوباية البرتقال، وضفت معاها بشر البرتقال. طبعا احنا هنستخدم من 1 كوباية ل1.5 كوباية من عصير البرتقال، لان انا عامله كميه كبيره، الكميه دي تكفي يعني صينيه كبيرة. طيب بعد كده هجيب الدقيق بتاعي، زودت عليه معلقه البيكنج باودر، وزودت عليه رشه الملح.
وبعد كده هضيفه شوية شوية، يعني مش هضيفه كله مرة واحدة، لا هضيف شوية شوية عشان كله يتخلط ويعني يدوب في بعضه. اهو بصوا بزود شوية وبعد كده بضرب وبرجع ازود شوية. طيب الناس اللي مش هتستخدم عجان او مضرب كهرباء او ايا كان، لو هتستخدمي المعلقه كده على ايديكي او المضرب اليدوي، نحاول ان احنا نلف عجين الكيك كله في اتجاه واحد، ما نفضلش رايحين جايين رايحين جايين، لان ده كده طبعا هنخرج الهواء، يبقى احنا كده كاننا ما عملناش حاجه. طيب نقطة مهمة قوي هنا، لو خدتوا بالكم أنا ضفت معلقة صغيرة من الخل، زي ما احنا متعودين في كل الكيكات بتاعتنا في آخر خطوة خالص بعد ما بنضيف كل المكونات بنضيف معلقة خل. بجد يا جماعة بتدينا نتيجة روعة، بتخلي الكيك هش وعالي، يعني بجد محسن طبيعي. جربوها وقولوا لي رأيكم. طيب انا النهارده هحط الكيك في 2 قالب، 2 قالب وسط. اللي حابب يستخدم صينيه كبيره اوكي، اللي حابب يستخدم 2 قالب زي كده مفيش مشكله. انا اخترت القالب الورده وقالب الانجليش كيك عشان الكميه بتاعتي تكفي. طيب انا هدهن القوالب بتاعتي بالسمنه كويس قوي او الزبده او حتى مسحه زيت، وهحط عليهم معلقه من الدقيق كده وابطن القوالب بتاعتي كويس قوي. اللي حابب يحط ورق زبدة مفيش مشكلة، بس أنا حاسة يعني إن الموضوع مش مستاهل. إحنا هنستخدم الطريقة التقليدية بتاعتنا بتاعت زمان، ونعفر كده القوالب بتاعتنا بالدقيق وننزل الزيادة. طبعا أمهاتنا وجداتنا كلهم بيستخدموا الطريقة دي، وبصراحة هي دي أنجح طرق الكيك يعني، أو أنجح طريقة إن إحنا نبطن بيها الصواني بتاعت الكيك يعني. طيب أنا هنزل بقى الخليط بتاعي في القوالب. بصوا بقى لونه حلو ازاي وقوامه تقيل مش خفيف، وكمان الريحة عايزة اقول لكم بجد تحفة. الزست بتاع البرتقان اللي احنا ضفناه في الاول ده يعني بجد يا جماعة كان قالب ريحة البيت. طيب انا سويت كده كل الكيك، وهحط الباقي في قالب الانجليش كيك، وبرده هساوي كل الحروف بحيث ان كل العجينة بتاعة الكيك توصل لكل الاطراف. وطبعا انا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 عشان الفرن يحقق درجه حراره مظبوطه من قبل ما بشتغل، يعني بيكون شغال كده حوالي 10 دقايق من قبل ما بشتغل. تمام. مهم قوي يا جماعه الموضوع ده عشان الناس اللي بتسال على فشل الكيك او ان الكيك مش بينجح، الفرن اهم عامل في نجاح الكيك. وهسيبها على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة مش أكتر من كده. لحد هنا احنا كده انتهينا من خطوات الكيك. نيجي بقى للتزيين البسيط اللي احنا هنعمله برضو بالبرتقال، ان انا هعمل لها جليس كده خفيف عشان نزين بيه الكيك بتاعنا. بجد يا جماعة الطعم كان رهيب، يعني هو مش هيفرق في الشكل بس، لا ده هيفرق كمان في الطعم والريحة والمضمون، يعني كله هيبقى حلو جدا. وكل اللي انا هستخدمه هو كوبايه ونص من سكر البودره وبرتقانه. بس اهم حاجه عمايل الجليز لازم تكون مظبوطه، يعني بصوا زي ما شفتوا كده انا ببتدي اعصر البرتقال واحده واحده، يعني نقطه نقطه. تمام، مش بحط السائل كده على طول مره واحده، لا نقطه نقطه، سواء عندكم عصاره او بتعصروه على ايديكم كده زيي، نحط نقطه نقطه ونبتدي نقلب ونشوف القوام مظبوط ولا لا، وهكذا لغايه ما نحصل على القوام المظبوط. لان طبعا ناس كتير بتقول ان الجليز بيجري من على الكيك او بيبقى سايل قوي او بيبقى مش مظبوط يعني، ده طبعا بسبب ان كنتوا بتزودوا السائل. فاحنا هنستخدم من كوبايه لكوبايه ونص سكر بودره على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها، ونبتدي يعني نسبه وتناسب نضيف البرتقال واحده واحده. طيب هو كده القوام معايا مظبوط. اخر حاجه هحط نقطه من لون الطعام الاورنج عشان تديني كده يعني لون حلو. بصوا قلبتها كويس، وبعد كده هضيفها على الكيك. طبعا الكيك بتاعي اهو خرج من الفرن. بصوا بعد ما شلته من القالب ما فيهوش اي حاجه لزقت ولا يعني كله طلع مظبوط الحمد لله. وبعد كده طبعا الكيك ان انا بحط فيه سكينه او توز باك كده عشان اعرف ان هي يعني فيها عجينه ولا استوت ولا لسه. طبعا انا استوت معايا الحمد لله طالما التوز باك طلعت نظيفه. وبعد كده هنزل بقى الجليز الفظيع اللي انا عملته ده،
واسويه كده بالسباتيلا على الكيك. وما اقولكوش بقى يا جماعه على المنظر والريحه، كانت تحفه. طبعا احنا عشان في الشتاء فالجليز ده هيمسك بسرعه على الكيك وبيعمل كده طبقه ناعمه وبتلمع، يعني مش قادره اقول لكم. اتفرجوا انتوا وقولوا رايكم. طبعا معلومة مهمة قوي أكيد كلنا عارفينها، إن إحنا مش بنقطع الكيك وهو سخن، لازم نستناه لما يبرد شوية أو يهدى شوية عشان ما يتفرولش معايا، وبعد كده بقطعه وبقدمه. بصوا بصوا شكلها حلو إزاي. أتمنى أشوف رأيكم في التعليقات، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان يا ريت تتابعوا كل فيديوهاتي اللي فاتت، وتقولوا لي برضو رأيكم فيها، وتستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله. باي باي.